اكتر مسلسل بيتكلم عن اسوأ خناقة حصلت في التاريخ ما بين المانيا الشرقية والمانيا الغربية. ترى ايه اللي حصل ما بين المانيا الغربية والمانيا الشرقية؟ ويا ترى السلطات في الوقت ده كانت بتفكر ازاي؟ وهم ليه قرروا هم يعادوا؟ لا، ما عادوش، ده هم عملوا شغل خطير جدا. الشنطة الحمراء اللي هي طول الوقت كيليو، اللي هي البطلة بتاعتنا، اللي هي بتتدرب افضل واحسن تدريب على يد ناس بيستخدموها وفي الاخر استغلوها ودخلت السجن. بس طلعت تاني بعد ما حصل ايه؟ اتفاق ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، وحصل تصالح ما بينهما. عشان ايه كل ده؟ عشان خاطر كان في شخصيه فاسده. مش عارفه ايه قصه الشخصيات الفاسده اللي في المسلسلات التاريخيه. ده مسلسل تاريخي بيتكلم عن حاجه حصلت بالفعل، يعني مش كلام مكتوب عادي. ده مسلسل انا مش عارفه ازاي المسلسل ده تم انتاجه. ده مش بس كده، ده معروض على منصه نتفليكس. والله العظيم زي ما بقول لك كده. كيليو دي بقى بتقتل كل واحد وواحدة أذوها وكتبوا تقرير عنها، لدرجة إن جدها نفسه دخل أمها المعتقل. أقسم بالله جد غريب جدا. لا ده مش بس كده، ده كمان جدها ده ساهم في إن هي كمان تخش السجن. ومش بس كده، مش هتخلف تاني عشان ضربوها في السجن. كيليو دي لما بتخرج من السجن بتقرر ان هي تنتقم اشد انتقام. لكن الفيلم قصدي المسلسل فيه شويه كوميديا غريبه جدا. يعني انا اول مره اخد بالي ان الالمان دمهم خفيف، بس هي بتقتل عادي جدا ولا اكن في اي حاجه حصلت. الموسم الاول 9 حلقات خطير جدا. الموسم الثاني يا ترى بقى كيليو هتلاقي الشنطه وهتعمل ايه مع امها لما اكتشفت ان امها عايشه بعد كل السنين دي كلها؟ ويا ترى مين اللي اصلا عايز يقتل كيليو من اول حلقه لحد الموسم الاول مقارنه بالموسم الثاني؟ المسلسل على منصه نتفليكس اسمه ايه؟ اسم كيليو. باي.